النهارده ان شاء الله هنعمل محشي البتنجان والفلفل بطريقه حلوه جدا سهله وسريعه، ويطلع معاكي ناجح من اول مره. لو بتخافي ان هو الرز يعجن منك او ما يستواش، هيطلع معاكي مستوي من اول مره. هنعمل ايه؟ هنسمي الله ونصلي على رسول الله. بس كده طالع معايا البتنجان حلو جدا، مفيش اي حاجه بره، وكمان مستوي معايا كويس جدا ومش معجن ولونه احمر وجميل. عملنا ايه؟ اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على رسول الله. بس الحله اهي مش معجنه. تجيبي كده البتنجان وتبتدي ان انت تضغطي عليه. انا بعمل كده عشان يطرى معايا ويبقى سهل لما اجي اقوره. بس طريقه معايا ازاي تطلع معاكي سهله قوي وانت بتقوريها. هقطع الجزء ده وابتدي بقى ان انا اقورها. قوريها بقى بالطريقه اللي تحبيها، بالمقوره، بالسكينه، براحتك. انا بقور كده معايا بالمقوره، بتطلع معايا بكل سهوله، لان احنا ضاغطين عليها وايه مخلينها طريه معانا. هتقور معاكي بمنتهى السهوله، وكمان مش هتفرقع منك بسرعه وانت بتعمليها، ما تقطعش منك ولا حاجه. تمام، قورناها كده بالشكل ده وبقت بصي طريه جدا معانا، تشيلي كل ايه الحاجات اللي جوه. ببتدي ان انا انقعه بميه بعد ما بغسله طبعا. ببتدي ان انا انقعه بالميه واحط على الميه خل. احط لك كده قد معلقتين خل في الميه. ليه انا بحطها؟ عشان البتنجان قلبه معايا ما يسودش، ويفضل قلبه ابيض ومنور معايا زي الفل. بعد كده بجيب عندي في الحله الارضيه بتاعتها، بحط عندي خضره المحشي اللي انا بستخدمها. انا بستخدم كزبره وبقدونس وشبت. باخد بقى العروق بتاعتها اللي انا مش عايزاها، بحطها في ارضيه الحله، وبحط كمان معاها بصلايه كده بقطعها شرايح. طبعا انا عندي الخضره دي، الرز. طبعا بتغسلي الرز، تحط عليه ربطه من الكزبره، ربطه من البقدونس، ربطه من الشبت، وتكوني عامله الصلصه عباره عن بصل وثوم وشويه زيت او سمنه يصفروا، وتنزلي عليهم معصير الطماطم، تحطي الملح والفلفل الاسود والكمون. نحط ده كله ونقلبه في بعضه، وابقى عملنا الخلطه نحشيها زي ما انت شايفه. بعد كده ابتدي ان انا ارص كله في الحله، وابتدي ان انا احط عليه الزيت، واحط عليه الملح، وابتدي ان انا احط عليها الميه. طبعا البتنجان بينزل ميه هو والفلفل، ما تزوديش ميه. الميه ما بتغطوش، بتبقى نص الحله بس. وابتدي اسوي على النار عاليه لحد الميه ما تنشف. اول ما الاقي الميه بتبتدي تنشف بهدي النار عشان ما يشدش منك. بعد كده بسيبه واغطي عليه. اعرف تسويته ازاي؟ الفلفل عندك بيبقى مفتوح، جيبي بالمعلقه ودوق الرز. الرز استوى تمام كده، المحشي كله استوى. بصي قلبه معايا زي الفل، طلع طريقته حلوه قوي وطعمه كمان جميل، ما بياخدش معاكي